أهلا بيكم. هعمل معاكم النهاردة الفطير الشرقي، وهعمله كمان بوش بيتزا بدون عجين وبطريقة سهلة زي ما احنا متعودين. لو أول مرة تشوفوا القناة دي، قناتي ايزي مع جيسي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا على الفيديو. هبتدي الأول بالحشوة. معايا زيتون ومقطعة قطع صغيرة وبصل وكمان فلفل ألوان أو نوع واحد من الفلفل حسب اللي عندك، وشطة، ودي اختياري. وديت لحمة معصجة. أنا كنت عملت قبل كده معاكم فيديو لحمة معصجة، ممكن هنزل لكم الطريقة بتاعتها في الآي فوق وكمان في صندوق الوصف عشان تشوفوا الطريقة، أو لو حابين ان انتوا تعملوها في أي حشوة من الحشوات. معايا كمان جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا. تقدروا تستخدموا اي نوع جبنة متوفر عندكم في البيت، جبنة قريش، جبنة مثلثات، جبنة رومي، اي حاجة موجودة عندك في البيت تقدري ان انتي تستخدميها. اللحمة كمان نقدر نستبدلها بسوسيس، بسطرمة، بنقدر نستخدم بدلها كمان فراخ. اي حاجة برضو متوفرة عندك في البيت، والحشوة ديت حسب ذوقك. كده خلاص بقت الحشوة جاهزة معانا. معايا كمان حوالي كوباية لبن دافية، وهحط عليها كمان معلقتين من السمنة. السمنة ديت برضو اللي كنت عملتها معاكم بطريقتين، هنزل لكم اللينك بتاعهم في الايفو، لان اليومين دولت موسم تخزين السمنة. اللي حابب ان هو يشوف طريقتهم يبقى يرجع لهم تاني ويشوفهم. وهتبلهم بس بملح وفلفل عشان يدونا طعم حلو قوي في التتبيلة كمان. وهقلب علشان السمنة تسيح. نقدر ان احنا نبدل السمنة بسمنة وزيت، او كمان نعملها بالزبدة. نجيب اي صينية. انا استخدمت النهاردة الشواية، نقدر نستخدم اي صينية متوفرة عندك في البيت. وبعد كده بدهنها بالسمنة دي، بالسمنة بس مش بالخليط اللي انا عملته. والمكون الاساسي معانا النهاردة الرقاق الطري. انا هنا لقيت الرقاق اكبر من الصينية بتاعتي، فهبتدي ان انا اقص الاطراف علشان بس تكون رفيعة معانا الاطراف، وكمان تستوي معانا ومتبقاش ناشفة معانا في الفرن. هبتدي ان انا اعملها بالشكل ده كده، واقص الاطراف دي، والاطراف ديت ما نرميهاش، هنشيلها معانا. ممكن نقدر ان احنا نجمعها ونشيلها معانا في الفريزر، وهنشوف هنعمل بيها ايه بعد كده. هنعمل لكم فيديو مخصوص للاطراف ديت ونشوف طريقتها وازاي ان احنا استغليناها. مفيش اي حاجة عندنا بتترمي، كله بيستغل وكله بيستخدم. كده خلاص بقى سمكها او مقاسها قريب جدا لمقاس الصينية عندي. هستخدمها بعد كده، وبجيب الخليط اللي انا عملته اللبن مع السمنة، ويدوبك حاجة بسيطة كده بسقي بيها الرقاق. انا مش عايزاه يكون معجن، انا عايزاه يكون بس طري، علشان خاطر ان هو لما يستوي معانا في الفرن يبقى عامل رقات كده وطري معانا كمان. بحط هنا الرقات بتاعتي، وما بين كل رقة بحط الخليط اللبن مع السمنة. انا عملت 3 رقات، تقدروا ان انتوا تعملوا 4 لو انتوا حابين، بس بصراحة كانت 3 كان حجمها مناسب وحلو. بحط الخليط وبسويه حلو قوي على الرقاق بالشكل ده، علشان خاطر مفيش قطعة او حاجة تكون فاضية، بحيث ان هي كل قطعة فيها تكون فيها الحشوة. بما اني واحدة عاشقة للجبنة، فطبعا زودت لها جبنة تاني. يعني الجبنة دي بصراحة يا جماعة عشق الأمانة يعني. تقدروا ان انتوا ما تزودوش لو انتوا حابين تكتفوا بالجبنة اللي هي موجودة فيها. وحطيت يا دوبك حوالي بس معلقة صغيرة من الخليط بتاع اللبن وكمان السمنة. وهبتدي ان انا احط الطبقات ال3 التانيين بالشكل ده، وكل طبقة برضو بحط عليها الخليط. كده انا عملت 2 ودي التالتة، اخر واحدة كده. وبنزل الجوانب بالشكل ده، وبحط عليها الباقي الخليط من اللبن وكمان السمنة. انا مش هحط لها بيض، انا هكتفي بالخليط ده بس. وبحاول ان انا انزل في الاطراف كده علشان الاطراف تطرى معايا كمان، وفي نفس الوقت بدخلها لجوه علشان تبقى يعني قافلة معانا في الصينية. كده خلاص بقت جاهزة. انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. انا حطيتها على الشبكة
من تحت خالص قريبة من النار، وهسيبها لحد ما تحمر من تحت، وبعد كده بطلعها من الفرن وهي بالشكل ده علشان خاطر احط لها الجبنة من فوق. انا هنا بحط لها الجبنة الموتزاريلا، بس هي علشان كانت مرتفعة فهحاول ان انا افضي الهواء منها علشان خاطر بس اعرف ان انا اوزع عليها الجبنة. كده خلاص وزعت الجبنة، وبحط كمان شرايح او قطع من الفلفل الالوان او نوع واحد فلفل موجود عندك، وكمان هحط قطع او شرايح من الزيتون. طبعا مش هسيبها كده، برضو لازم ازود لها كمان جبنة لما بتسيح تبقى وهمية. خلاص كده بقت جاهزة، بحطها بقى هنا على الشبكة لحد ما تبتدي ان هي تكمل سواها، وكمان الجبنة بتاعتنا تسيح. كده خلاص بعد ما الجبنة ساحت وكمان الفطيرة بتاعتنا استوت، بقت كده تمام خالص. بسيبها تهدى علشان اعرف بس اشيلها من الصينية. والتقطيع ده راجع ليكوا، حابين ان انتوا تعملوها مربعات، حابين تعملوها مثلثات زي البيتزا، ديت حاجة برضو راجعة لذوقكوا. شايفين طرية ازاي وهي بتتقطع؟ بصراحة كانت روعة. هنشوف كمان قلبها من جوه وشكلها كمان من تحت. يجي بس اطلعها، اتعامل معايا ان هي كانت سخنة جدا، فكان التعامل معاها كان صعب شوية. ده كده شكلها. بصراحة كانت سخنة، مكنتش قادرة ان انا امسكها. اتلسعت وانا باكلها. بس يعني كانت مغرية ان انا ادوقها وهي سخنة بصراحة. ده كده الشكل بتاعها. كده بعد ما ابتدت ان هي تبرد شوية، شايفين الحشو بتاعها من جوه، شايفين كمان الطبقات بتاعتها او الرقات بتاعتها. انا خدت قطمة كمان تانية. وده الظهر بتاعها، شايفين متحمر، وكمان كان في قرمشة خفيفة، كانت جميلة جدا. بصراحة وصفة تستاهل ان هي تتجرب. طريقة سهلة جدا، عملنا يعني فطيرة شرقي احلى من بتاعة المحلات. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.